السلام عليكم. اخر مره كنا هضرنا على هذه القضيه ديال السياقه، راه بصح كنهضر معكم شي وحدين كيسولوني نيت عليها. انا بالنسبه لي هذاك التحدي كنديرو مع الناس اللي كنعرف، والناس الاصدقاء والقراب والعائله، يعني اللي عندهم مشكل في السياقه بالضبط انها ما كتعرفش تسوق في المدينه وتتعامل مع الطوموبيل ومع الطريق. انا كنعاونهم باش ما بغات واخا تكون حاله مستحيله غتولي كتسوق، حيت بحكم انني دوك اللي عشت معاهم كانوا شي حالات صعاب وكانوا كيخافوا، كان شي وحدين داروا حوادث وكان طرا لهم مشكل ونقاطعوا على السوقان وما بقاوش كيسوقوا واحد المده. راه كاين اللي وصلت واحد السيده راه 17 عام ما ساقت وهكاك وعاود رديت لها ديك الثقه في النفس. هو المشكل ما كتعلقش بانك طرات لك شي حاجه ولا ما كتعرفش ولا كتخاف، هي راه ساهله، خصك غير تولف وتلقى اللي ما غاديش يزيد يكمل عليك. حيت الا كنتي انت معصب وهذاك اللي كيقول لك معصب وكيغوت عليك، راه اصلا راه ما غاديش تتعلم. انت باغي تتعلم ماشي باغي اللي يغوت عليك. ملي كتوصل لديك الحاله ديال ان واحد كيشوف راسو مثلا حطيتيه في واحد الموقف محرج ولا حصلتيه ولا خطير، راه كينفعل معك. حيت الاغلبيه باك امك خوك اختك، يعني العائله ولا خطيبك ولا راجلك ولا هذا ما يمكنلوش يعلمك، لانه اي حاجه كديرها الا رد الفعل ديالو كتكون شي شويه بحال كنقولوا ما ماشي سهله. يعني بالنسبه له هو كنقولوا ريفلكس، يعني بلا ما يشعر غيغوت عليك ولا غيدير لك شي حاجه اللي انت مثلا ما غاديش تقبلها. دونك انا هاد المبادرات كنت تحديت فيهم بزاف يعني ديال الناس، وكنقول لهم بان مثلا كيجي شي حد بحال واحد السيد قال لي انا مراتي عييت ما خليت ديت الاوطو يكون عييت مع انا عييت الطوموبيل كاينه ولكن انا ما قدرش نوصلها. واحد الوقت حيد لها السوارت وقال لها صافي. وهي صدفه ان واحد جارتها قالت لها راه يقدر فتح انه يشوف هذه القضيه، وتلاقيته وقلت له غنتحداك. قال لي انا غادي نشوف، لان بحكم ان داكشي اللي دوز كان فاقد فيها الامل. واخيب حاجه هو ان الانسان تقول له انت راه ما تقدرش، انت راه ما ديرش هذه. انا كنامن بواحد الفكره، اي انسان دار واحد الحاجه اذا انت انا انسان يمكن لي نديرها. باش ما كان تكون في رياضه تكون صنعه تكون شي حاجه منين دارها هو نديرها انا، غير خصني نتعود عليها ولا نتريني عليها ولا نديرها بزاف المرات وراه غادي نوصل لها. اما ديك ما يمكنش، راه ما يمكنش النيت اصلا تقول لي ما يمكنش بان ما نديرهاش. وهذا ديال حيت سولتني واحد الاخت قالت لي بشحال، وانا ماشي سياره التعليم، انا كندير يد المساعده اللي حاصلين اللي ما قدروش يسوقوا سنين ولكن ما بغات تكون الحاله ديالهم، كنمد لهم يد المساعده باش يوليو كيسوقوا. اما داك لو جيست لان الطوموبيل راه كانت طوموبيلتي انا، يعني كاينه مصاريف ديالها، راك تخسر لك لومبرياج ولا بواطه فيتاس بزاف، يعني هذاك لو جيست غير ديال الطوموبيل. اما الوقت ديالي انا، الوقت ديالي عامر، نقدر نقول لك ما مساليش. وهذا يعني لا خويت لك ساعه ولا ساعتين يعني راه حيدتها انا من الخدمه ديالي. المهم ما عليناش. هاد القضيه اللي كنقول لكم ديال كيبقى غير رمزي انك كدير لو جيست. انا ديك الفرحه ديال كنشوف واحد الانسان ولا واحد الانسانه، والاغلبيه كانوا العيالات، يعني داك ملي كتوصل ديك النتيجه الزوينه وكتشوفها فرحانه ولات كتسوق وشرات الطوموبيل ودار، انا هذاك هو اللي انا كيزيد يفرحني اكثر. وبزاف بزاف 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 اللي شفتهم انهم ما كتقدم فرحه، الى درجه ان شي واحد مثلا نعطيكم اكزومبل، مرات خاي مثلا كانت هي ما كانتش ناويه انها غادي واحد اليوم من الايام غتشري طوموبيلتها وتولي تسوق بوحدها. يعني كتلقاني كتقول لي كنطلع نقول لك الله يرحم والدينا فتح، يعني بقى في هذاك لو جيست زويون. واحد النهار يعني ما كانتش كتعتقد انها راه غتشري طوموبيل ودير. واحد السيده حتى هي كانت اصلا ما عندهاش طوموبيل وكانت صاحبتها التعليم وداك الشيء، قالت لها واش انا يمكن لي البيرمي عندي شحال هادي وانا وهذا.
يعني منين بدات كتعلم ولقات راسها بان صافي زعما وشرات الطوموبيل حتى هي، وراه لحد الان الحمد لله راه كتسوق والدنيا هانيه. هاد القضيه اللي قلت لكم كطرا بحال دابا البنات الصغار حاليا بحال تنقولوا عقلهم شي شويه خفيف، ما عندهمش مشكل. يعني الفتره، يعني باش نقول لك، هو الفتره اللي كيدوزو همايا كيدوزوها اقل مثلا من واحد كبير. علاش؟ لان تنقولوا مع الصغور وبنادم محمس باغي يسوق باغي يدير، وهذا يعني كيكتسب الخبره دغيا. اللي كيكون فايت ساق وحبس اصلا ما تيكونش عنده مشكل، يعني بحال كدير له انت واحد الرابيل، يعني كتتراجع معاه، ولكن كتحيد له دوك الحوايج اللي كانوا ما توصل لهمش، ولا اللي كانوا مثلا خلعوه، ولا اللي كان مثلا دار شي حادثه ولا شي حاجه، باش انه كيحيد ديك الفوبيا اللي عنده باش يقدر يتماشى. والحمد لله انا قلت لكم اللي بغى ولقى شي حد مثلا تيقولوا له مستحيل انك تسوق، جيبوه ليا وغيسوق قدامكم ونتحداكم. حيت الاغلبيه ديال واحد السيده هي راه كانت من الاوائل بنتك كتقول لها انت غير ما تحاوليش تقولي انك غتسوقي. وهذا الشيء اللي كنقول لكم انا يعني بالتجربه، الاغلبيه الحالات المستعصيه كاينين شي وحدين اللي عاديين تيكون عاد شد البيرمي تيقول لك نطلق يدي، ولكن نكون معاك باش انك باش نقدر انني نسوق في المدينه ونكون مهني. دابا اللي بين الطرائف اللي طراو ليا في هذا التعلام، واحد السيده كانت تقول لي عرفتي اش غدير ملي كتكون معايا راه كنسوق، ملي كنكون بوحدي راه كندخلها. قالت لي غتبقى تمشي معايا ديما. قلت لها عرفتي اش غديري؟ ديري واحد اش تقولوا له اصنام ولا داك اللعيبه ديال بحالي وحطي حداك وبديت تخايليني راه انا معاك. يعني من ديك الفترات الاولى الاغلبيه كيصحاب ليهم راه خصني تنكون معاهم انا عادي يمكن لهم يسوقوا، ولكن كيدوزوا واحد المده عاد تيبداو يثقوا في النفس، وهذيك الثقه في النفس هي اللي مهمه، هي انا اللي كنلعب عليها. يعني اي واحد غادي نبدا معاه خصني نجعلو انه يثق في راسو باش انه غادي يتعلم. وبما انه ملي كيدخل ديك الفكره ديال انه راه يمكن ليه يتعلم، اذا راه ماشي مستحيل. هاد القضيه ديال المستحيل انا ما عنديش، المهم الواحد يصوب كما بغى يكون. وحده اخرى عاوتاني كانت تقول لي كندوز من واحد الزنقه مثلا فيها قيف وشويه العقبه كتبغي ترجع بها اللور، قلت لها ملي كنكون معاك كندوز هاني، او ملي كنكون بوحدي ما كندوز. اذا هنا كتدخل الحاله النفسيه انك كتكون معتمد على شي واحد باش يعاونك ويقول لك. ملي كتاخذ انت المبادره بوحدك كتبقى دير الاخطاء. ومن الاحسن ان الواحد يبدا ديما يثق في راسو، لان ما يبقاش يقول مستحيل، لان واحد النهار حتى هو غيولي غيسوق، حتى هو غيولي يدير بزاف ديال الحوايج. وهاد القضيه ديال الثقه راه مهمه، انا نوصيكم عليها. والعزيمه، اللي بغى يتعلم خص تكون عنده داك العزيمه بانه غادي يتعلم، راه غيتعلم. يحيد من بالو بانه راه ما يمكنش، ديك ما يمكنش هي اللي كتغلبه. المهم ما عليناش، انا دابا حطيت التحدي اللي عنده شي حاله مستعصيه يتصل بيا ولا يخلي لي ميساج، وانا نتحدى اي واحد يقول لي هاد الانسانه ما تسوقش ولا هاد الانسان ما يسوقش، كيما بغى يكون النوع ديالو. يلا دوزو بخير.